يمرر ماذا سيفعل يمرر مازال في طابع الخطوره مازال ضربه جزاء للرجاء هنا الضغط هنا الخطا ديال الضغط ضربه جزاء كاينه انما الضغط كان بامكانه اللاعب تطواني ياخذ اي حل اخر انما هنا الضغط الحكم قريب من العمليه ضربه جزاء الكره توضع بنقطه 11 متر غنشاهدوا الاعاده هنا الحكم قوه الحكم قريب من الهدف غنشاهدوا ذلك هنا الملحاوي ضربه جزاء واضحه مشى بيون افون لصالحي قريب الحكم لاحظوا تمرد الحكم ضربه جزاء يعني يمكن عنده سوء نيه انما قريب هنا اكيد 26 سنه هذا الفتى الواعد الحكم يامر كل لاعبيه بمغادره المستطيل مغادره المعترك المتولي ينطلق المتولي المتولي فعلها اشهل لعيب هذه المقابله يمكن نقول 3-4 المركب الرياضي محمد خميس مشتعله الهستيريا تعم المدرجات فيما الالاف من الانصار الطوفان الاخضر هنا في مركب الرياضي محمد خميس الدربدان هدوء الذي يسبق العاصفه المتولي على طريقه لاعب الكبار رساله اخرى من هذا الفتى الوعيد انا اعتبره احسن لاعب خط وسط في الدوري المغربي لكره القدم اعتبر متولي احسن ممرر واحسن صانع العاب في الدوري المغربي لكره القدم اثبت ذلك اليوم تشتعل المدرجات تشتعل الشعوب الحارقه الحناجر تصدح باسم الرجاء فيما ذهول وصمت رهيب يعم الفراش الايسر في مركب الرياضي محمد خميس حيث يتواجد تقريبا 15,000 مناصر لفريق مريخ تطواني صوره رائعه الى كان زميلي نورتي بمهول اعطاء صوره لانصار فريق الرجاء فهذا يعني الطوفان الاخضر الهادر وراء مرمى الحارس اليوسفي الرجاء تقدم 1-0 في لقاء يحبس الانفاس في يستطيع ابدا ان يتابع لقاءات الرجاء هنا في مركب الرياضي محمد خالد الدربة صوره امامكم غنيه عن كل تعليق وكاني في ماراكانا في سان سيرو في كبار النوكم ببرشلونه برنابيو بمدريد انما هذه صوره اسطوريه هذا الملعب اسطوري جمهور رائع مابيدي اقرب للصالحي مابيدي يحاول المراوغه عنده امكانات يصنع الحدث يمرر قلت بورسوك البلاك تورنوت ديال فوز البلدرتي هنا مدرب مجرب مدرب داهيه ما بغيت تسبق الاحداث هستيريا وسيناريو مثير ولا مركب الرياضي محمد خالد الدربيطه ما بيدي الرجل الافريقي الساحره يعطي كره مليمتريه ارتقاء الكبار بورسوك ارتقاء الكبار يودع كره كالشد داخل مرمى البلدرتي هذا مدرب داهيه هذا مدرب واحد شوف ما بيدي خلاه منتخب بلاده افريقيا الوسطى مع غينيا بيساو واعطاه العسل والشد وكره مليمتريه هذا بورسو يستبق من ثباته ويشعل فتي المقابله ويعيد التوازن النفسي له بعد غياب طويل الرجاء تقدم ب2-0 فهذا الالتزام التاريخي والهستيري كما حاولت نعبر يعني صور غنيه عن كل تعليق هنا بمركب الرياضي مزهون فرح مسرور فرحه هارمه لعناصر الرجاء وهستيريا ويعني سكوت يعني مطبق وسكون مطبق لانصار فريق مريخ تطوان في هذه المقابله الرجاء تقدم ب2-0 بعد مرور 36 دقيقه اضخنه متطايره وشهب حارقه والالاف من يعني الاصوات متاليه ترفع من معنويات الجرين بويز او النسور الخضر هذا هو الاسم التاريخي للرجاء لانه الرجاء لازمه الرجاوي قبل هذه المقابله البطوله الرجاويه والمونديال طوعينيه ملحاوي من جديد جحوح مشى المتولي بوحدو يلزم المؤازره يراو بشكل اللي بغا يراو يعني يحتفظ كورته بشكل صحيح يمر عند بورسو ما سيفعل يمر جميله كان عند عادل الكاروجي صناعة معلم صناعة يعني سيناريست يعني فنان يعني التمريرات بالطريقه باش سدد الكروشي ورجل يسرى ساحره انما كروشه وسدد بالرجل اليمنى تابع المقابله تابع التسديده اليوسفي انما الله غالب الهدف الثالث
الهدف الثالث والهستيرة تاع مدرجات، الهستيرة تاع مدرجات، ويستمر تلقين التونسي فوزي البنزرتي للدرس الشرس على مستوى الاداء والتلقين وكيفيه التعامل مع المقابله. وعزيز العامري بعينين جاحظتين يتابع ولا يصدق ما يتابع، لا يصدق ما يتابع، لا يصدق من يتابع في هذا المقابله. إذا زكريا الهاشمي يوقع الهدف الثالث للرجاء، والهستيريا تريبلات ثلاثيه تاريخيه. هنا الانفجار يمكن نقول بهذه العباره، البركان الرجاوي ينفجر في المقابله على مستوى الاداء الجماهيري، على مستوى عطاء النسور الخضر، يعني الجرين ايجلز هذا واسمهم، يعني لازمه الرجاويين في هذه المقابله، البطوله الرجاويه والمونديال في المنطقه الخلفيه لفريق مريخ تطواني. هذا الضغط يولد الاخطاء، هو الشيء اللي يحصل الان، هو الشيء اللي يحصل الان. فرصه تولي عريس هذه المقابله، فارس هذه المقابله، ومايسترو هذه المقابله. المتولي رسائل مشفره متواصله، ماذا تريد ان تصنع؟ انا اقول لا ارمي الكلام هلاوي، كل اللاعبين اصدقائي واتمنى لهم كل التوفيق، انما الاستثناء هو هذا اللاعب، هذا اللاعب الايقونه ديال الرجاء، هذا اللاعب مارد الرجاء، فارس الرجاء، عريس الرجاء، كمبيوتر الرجاء، موزع الرجاء، انه بخلاصه لاعب متكامل. 4-0 انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، انهارت تطوان تماما، وفوزي البنزرتي يلقن درسا شرسا لعزيز العامري. هنا المدربون الكبار يكبرون في المقابلات الكبيره، لما تريد انتداب فرق كبيره. انا لا احب المدربين الذين يتحدثون كثيرا، يتحدثون بالخطط، بالتكتيك، بالاداء، بالفعاليه، والشيء كينطبق على فوزي البنزرتي. هو انطوائي منعزل، خارج تغطيه، لا يريد الاضواء، انما اضواءه اشتعلت باقدام اللاعبين، والمصباح هو هذا المارد، هو هذا المايسترو، هو هذا المبدع. زكي وفاخر او غيره من المدربين سيلقوا منا كل الدعم لا مشروط لرفع المعنويات والاهتمام لنكون في الموعد في مستقبل استحقاقات الرياضه القادمه. هذه رساله كذلك اللاعبين في الدوري المغربي كره القدم للاجتهاد والرفع من الوتيره، ولا اعتقد ان الزكي يسقط من ذاكرته اي لاعب شهيد سيعطي الاضافه. كره للرجاء محاوله التمرير، فرصه لحافظي، حافظي عادل الكروشي ختامها مثل 5-0. انهيار 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 فريق، انهيار فريق 5-0. يمكن نقول الان كل انصار المغرب التطواني بدا يغادروا الملعب. 5-0 درس شرس ودرس قاسي ودرس نموذج في كرة القدم قدمه فوزي البنزرتي ولاعب الرجاء في هذه المقابلة. الفرق الكبيرة تكبر في المقابلة الكبيرة، والرجاء كما قلت لما جاء دوب فارق 13 نقطة جاء من كوكب آخر، جاء من كوكب آخر. رحلة مكوكية تقوده لمقابلة تاريخية الأحد القادم بملعب 30 بأساليب. 5-0 فوزي البنزرتي. قسماته وجه تحكي، ابتسامته تحكي، هدوءه يحكي. الكبار لا يتغيرون، لا يتغيرون فيما